السلام عليكم ورحمة الله. معاكم زيكا. وليفربول عمال يتهوى كل ماتش بقى يخسر، مش ماتش ده بيخسر بطولة. كل اللي هو كان عمال يبنيه خلال الموسم، خلال شهر 8 و9 و10 و11 و12 و1 و2 و3، كل دوت راح هباء منصورة، او مش منصورة، هي منصورة يعني، عشان بس محدش يجي يروش علينا. فشهر 3 هو اصعب شهر او احلى شهر انت ممكن كفرقة كرة قدم يعني يمر بيك. يا اما كل اللي انت كنت عمال تبنيه خلال السبع ثمان شهور اللي فات هياتي بثماره، او هتاخد على وشك. واللي حصل مع ليفربول للاسف كان سيء وقاسي جدا جدا جدا. ان انت يعني في ماتش واحد بس انت حتى خسرته بضربات جزاء، طلعك من دوري الابطال، اكبر بطوله انت بتنافس عليها حرفيا بجانب الدوري الانجليزي. وبالنسبه لي طبعا هي اكبر من الدوري الانجليزي، وبالنسبه لناس كتير قوي. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت خلاص يعني كنت بتنافس على الدوري وممكن يبقى الدوري شبه محسوم. في بطولة تانية كده اللي هو انت خلاص في النهائي يا باشا، العب 90 دقيقة وخد الماتش، وانت يعني على الورقة والقلم انت اعلى من نيوكاسل. فجأة انت لعبت النهائي وخسرت بأداء باهت جدا، واخدت على هناك 2-1. فماتش خسرت في دوري الابطال ما كملتش 72 ساعة، وخسرت كمان كاس اللي هو كاس الكاراباو اللي هو نعم. وايه اللي بيحصل ده انا يا جدعان من اسبوع كنت بنافس على 3 بطولات، عدى الاسبوع او ما كملش حتى اسبوع بقيت بنافس على هي بطوله واحده يتيم. فوضع سيء جدا لا يحسد عليه فريق ليفربول. وللاسف هو موعد النهائي كان في موعد صعب وقاسي جدا. هتقول لي ليه؟ اقول لك هو غالبا الفرقه اللي بتخسر ماتش، وبالذات لو ماتش كبير، الخساره بيبقى لها توابع. فيعني حجم المدرب وقوته ان هو بيقلل التوابع دي. فانت مهما كنت مين، انت دلوقتي خسران من ماتش كبير قوي ومستهلكك جسديا ونفسيا وذهنيا قدام باريس. فجأة لقيت نهائي، فاللي هو انت مش وقتك خالص. النهائي ده مش وقته اطلاقا، ولكن هو مش بمزاجك، انت كان لازم تلعب الماتش ده. وللاسف لعبته وخسرت كمان الكاس. فخساره الكاس دوت كانت بدايته خساره دوري الابطال والخروج منه. طبعا وبلا استثناء جميع لعيبه ليفربول النهارده في الماتش يعني ما كانش في حد فيهم موجود. انا كنت شايف اشباح. محمد صلاح ما كانش موجود، انا مش شايف محمد صلاح اللي مدغدغ الدنيا كده في الموسم كله، سواء دوري انجليزي، دوري ابطال، كاس كاراباو، كان مدغدغ الدنيا وعامل ارقام اعجازيه، وكمان مكسر ارقام قياسيه. فالراجل من ساعه ماتش باريس وتقريبا لسه في جيب نونو مينديز في بتاع باريس، يعني يا عم يرجع بقى يعني، او خلي نونو مينديز يسيبه. فلازم حاجه من الاثنين تحصل. وطبعا وطبيعي جدا واحنا عارفين من بدايه الموسم او من الموسم اللي فات كمان ان محمد صلاح هو كل حاجه في هجوم ليفربول. فمحمد صلاح مش موجود، ليفربول هجوميا مش موجود. فانا بجد صعبان عليا اللي فيه ليفربول، لان انت كل اللي بنيته في الموسم دوت تقريبا شبه راح. طبعا انت عندك بطوله كبيره، ودي بطوله مش يعني حلم لاي حد، الا وهي الدوري الانجليزي. ولكن في بطوله برضو كبيره قوي راحت منك اللي هي دوري الابطال وكاس الكاراباو. بنسبه كبيره، بنسبه 80% او 85% الدوري الانجليزي محسوم، او كمان 90%. فمبروك لليفربول الدوري الانجليزي. وانا قلت له من بدري، بالنسبه لي محمد صلاح اهم شيء ان هو يعزز ارقامه في الدوري الانجليزي مع ليفربول، لانه خلاص غالبا ممكن ما يكملش في الدوري الانجليزي، وهيقول له باي باي. اكتر لاعب عربي ومصري طول في الدوري الانجليزي، ده لوحده رقم قياسي. كنا نتمنى اكتر من كده لمحمد صلاح، وطبعا اللي هو عمله كافي ووفي جدا. وبس الواحد اللي بيطمنه شويه ان لسه في ابننا التاني مرموش في الدوري الانجليزي. فهنشوف بقى مرموش هيكسر الدنيا وهيبقى خليفه صلاح في الملاعب الانجليزيه ولا. بس ان شاء الله خير يعني. بس كده وخير ولا خير. الكلام معاكم زيكا. لو لسه مش عامل لي سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب، لو مش مفعل الجرس فلازم تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. لو مش عامل لايك للفيديو فانت في مصيبه. اعمل لايك ولو ما عجبكش الفيديو اللي جاي عجبك. ولو مش عندي على الفيسبوك تعال عندي على الفيسبوك، هتلاقي هناك كل حاجه حلوه وجديده. ها تعال، هتلاقي ستوريهات ومقالات وبوستات، يعني هتلاقي كل حاجه. ها تعال وسلام.